في يوم الاثنين في 12 من ربيع الأول صلى المسلمون صلاة الفجر، يؤمهم أبو بكر الصديق بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهم النبي صلوات ربي وسلامه عليه ونظر إليهم من الكوة، من النافذة الصغيرة. يقول أنس: حتى فتنا، كدنا نفتن في الصلاة، أي نخرج من الصلاة فرحا بقيام النبي صلى الله عليه وسلم من فراشه. فتبسم النبي صلوات ربي وسلامه على ما رآه من اجتماعهم ووحدة صفهم على إمام واحد يصلون الفجر، ثم رجع إلى فراشه صلوات ربي وسلامه عليه. فدخل عليه أبو بكر واستأذنه لما رآه في صحة جيدة أن يذهب إلى زوجته حبيبة بنت خارجة، وكانت في العالية. فأذن له النبي صلوات ربي وسلامه عليه، فذهب إليها. وفي ذلك اليوم عند ارتفاع الضحى قبض الله روح نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. تقول أمنا عائشة: مات بين سحري ونحري. هذا الخبر، خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، نزل كالصاعقة على الناس في ذلك اليوم، لا يكاد أحد يصدق. كلهم كان يظن أنه يموت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضجت المدينة بهذا الخبر، وهناك من ينكر أن النبي قد مات، وهناك من لزم بيته، وهناك من جلس في المسجد ولا يدرون ماذا يصنعون، أيصدقون الخبر أو لا يصدقونه. فذهب ذاهب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو في السنح العالية عند زوجته حبيبة، فأخبره الخبر، فخرج مسرعا ودخل بيت أمنا عائشة ابنته، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجى، فكشف عن وجهه وقبله هنا ما بين عينيه، ثم قال: طبت أنت بأبي وأمي حيا وميتا، ثم غطاه وخرج إلى المسجد. هنا يأتي دور الرجال، هنا الصبر عند الصدمة الأولى. فخرج فالناس في حيص بيص كما يقال، وعمر يقول: من قال إن محمدا قد مات قتلته بسيف هذا. فجاءه أبو بكر وقال: ما هي عمر؟ فلم يلتفت إليه فتركه، ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فجاءت هذه الكلمات من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كلمات قليلة
وآية ذكرها من كتاب الله تبارك وتعالى استلها من كتاب الله تبارك وتعالى تدل على المطلوب، فتنبه الناس، وكأنما كانت على أعينهم غمامة أو غياية من هذا الخبر الذي سمعوه، وأيقنوا أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قد خلت من قبله الرسل، بشر عاش كما يعيش البشر وسيموت كما يموت البشر. فنبه أبو بكر على هذا حتى عاد إلى الناس رشدهم. يقول أنس ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: فصار الناس يرددون هذه الآية كأنهم ما سمعوها إلا الآن. ترى من الذي نبههم إليها؟ من الذي ذكرهم فيها؟ من الذي ثبت الناس على دين الله تبارك وتعالى؟ إنه أبو بكر الصديق. الثبات عند الصدمة، قوة الصبر، هذا ما وقع لأبي بكر الصديق، وهذا الذي ميزه على سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثبت الله الإسلام على يديه رضي الله عنه وأرضاه.